شاهد أول تعليق لعمرو أديب بعد تعادل النادي الأهلي أمام زد بهدف مقابل هدف في الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026. شوفوا يا جماعة، عايز أقول لكم حاجة. طول عمري كمواطن زملكاوي أعرف إن النادي الأهلي بيعرف كيف ينتصر، وبشوفه كتير وهو بينتصر، وبتألم كتير منه وهو بينتصر. بس يبدو، وده أنا اكتشفته في الأيام اللي فاتت، إن الأهلي ما بيعرفش ينهزم. باد لوزر. على فكرة دي مش شتيمة، يعني ده صفة وحشة. الأهلي باد لوزر، ما بيعرفش ازاي ينهزم. بقالنا 3-4 أيام من يوم الماتش، وكمية تحليلات وتبريرات ويعني كان ناقص نتكلم على دور الرياح الموسمية في هزيمة الأهلي، وما ينفعش كده، واحنا كنا داخلين الاستاد ودي مش معاملة والطريقة. طب وده ماله من الكورة ومال اللعيبة؟ سؤال مهم، هو الأهلي لعب كويس؟ بقى تاني، الأهلي لعب كويس؟ الأهلي يستحق يفوز بالمباراة؟ ليه مصنع الشماعات اللي انتوا عاملينه؟ وبعدين يا جماعة ما تتعلموا من ليفربول. على فكرة هو موقف الأهلي زي ليفربول بالظبط، بس الفرق ازاي ليفربول عرف يستوعب نفس الحكاية، وكان في مشاكل في الاستاد وجمهور ليفربول اشتكى واستخدموا ضدنا الغاز والمش عارف البيبر ايه وحاجات كده وخلاص ركبوا الطيارة، ركبوا العربية، احتفلوا بالكاسين اللي خدوهم وبيلتفتوا يقلبوا ما الكرة كده. انما الاهلي لا يهزم، الاهلي ما يتغلبش، الاهلي كده ما ينفعش. لا، نفع الاهلي يتغلب، واي فريق كرة في الدنيا يتغلب. عندك مشاكل بقى مع المدرب، عندك مشاكل مع اللعيبة اللي انت شاريها غلط، وارد. ايه المشكلة؟ انما انتوا ليه مش عايزين تنهزموا؟ ما تنهزموا بهدوء، عادي جدا، الكرة كده. طيب هو ليه، سؤال، هو ليه مصر او النادي الاهلي او الادارة في مصر ما قدرتش انها تتقدم بانها تستضيف الماتش؟ في حاجة محدش عايز يتكلم فيها اصلا، في موضوع محدش عايز يفتحه. جيتوا لغاية اخر الماتش بقى ايه ده احنا، وبعدين لما الاهلي يكسب بره يقول لك دي روح الفانيلا الحمراء، الفريق ما يهموش بيلعب فين، الفريق ما يفرقش معاه. انما لما يتغلب يطلع الحكم، ويطلع مش عارف مين، ويطلع الجو، ويطلع التقسيمه، ويطلع الاتحاد الكوره. باد لوزر يا جماعه، الكوره كده. الاهلي ما عندوش الكلام ده، لازم يكسب لازم. طب الروح دي عظيمه وكل حاجه، بس في النهايه ممكن تتغلب، ممكن تفقد بطولة. ما انت كسبت بطولتين وخسرت التالتة، واديك في الدوري ان شاء الله تكسب او تخسر، حد عارف؟ ولو خسرت يا اخي ما تخسر، لا انت احسن من برشلونة، ولا انت احسن من ليفربول، ولا انت احسن من اي فريق في العالم. الفرق كلها بتتغلب، ولا انت احسن من البرازيل، ولا انت احسن من البرتغال. ايه اللي حصل في الدنيا؟ وبعدين اللي بيجنني بقى حاجة، تتعمل ندوات على عموم مصر وبرامجها، ازاي نقدر نطلع الاهلي من، واحنا نطلع الاهلي ليه؟ ازاي ممكن الاهلي ونغير ليه؟ احنا مالنا؟ يعني فجأة تتحول مصر الى طبيب يربط على الاهلي، ومعلش يا اهلي، هو في ايه يا جماعة؟ فرقة اتغلبت، وما ينفعش الكلام ده، واحنا مش هنسكت. يعني مش تسكت. كمل اول، مش عايز كنت انسحب. بعد بقى ما يخلص الماتش يقول لك كان حقنا انسحبنا. الله، طب وانت رحت ليه؟ تاني السؤال المهم، ازاي انت بتتكلم على 20,000 كرسي وانت باعت 3000؟ يعني ليفربول عنده حق شوية، قال لك احنا الناس عدت الماتش ومالت الملعب وما عرفتش تدخل.
يعني كان في جمهور من ليفربول بره اكتر من اللي جوه، والجمهور اللي جوه بتاع ليفربول كان اكتر. قال حد يقول لي ايه؟ يقول لي ده لو مشجع واحد من النادي الاهلي كان يملى الملعب. لا، مفيش حاجه اسمها كده، ما بيملاش الملعب. وبعدين انا راجل بعمل نهائي عندي في بلدي، اطلع الاستاد فاضي كده؟ انت بعت 3000، هم دول يا عم خلاص دخل الباقي، انت هنا في ايه؟ وبعدين الخناقه اللي حصلت في بين وائل جمعه والناقد الرياضي التاني، ايه يا جماعه الجو ده؟ هي وصلت لكده؟ يعني بنتخانق؟ ما برضو ده مش اسلوب يعني. والمذيع طبعا قعد مده على ما، لانه شايف الدنيا سخنه وحلوه وقاعدين بيزعقوا لبعض ويقول له لا انت صح، لا انت غلط، لا انت طب وليه بنعمل في نفسنا ده كله؟ فين الرياضه؟ في النهايه بقى السؤال، فين الرياضه؟ فين الكوره؟ فين تربيه؟ طب انا دلوقتي لو شبل في النادي الاهلي او نادي الزمالك افهم ايه؟ عايز بقى ازيدك من الشعر بيت اقول لك حاجه اهم. واضح كده يا رجاله برضو ده يعني جايز ده يعني غير الكلام اللي انا قلته بقى في الاول، خلي ده على جنب. في قاره افريقيا اللي يعرف ياخد حاجه ياخدها. احنا في كده دلوقتي. اللي يعرف، ما بعد ماتش السنغال وماتش الاهلي وحاجات تانية كتير، لا اللي يعرف ياخد حاجه بقى ربنا معاه. عشان كده لازم تخلص في الملعب، لازم تنجح في الملعب، لازم تكسب في الملعب. انما باد لوزر بجد، انتوا ما بتعرفوش تتغلبوا. اتغلبت خلاص ارجع يا جماعه نقلب الصفحه، احنا ما لعبناش كويس، كان في ظروف ضغط علينا. طب ما هو انت بتلعب على ارض بره، طبعا مش مكانك، لا انت ولا انت في الشارع، وهو الجمهور اللي هناك لازم يعمل كل اللي بيعمله ده، عايزين يكسبوا. انت عايز ايه يعني؟ الكرة على ارضهم وبيلعبوا. هل مستوى لعيبه احسن من لعيبه الاهلي؟ لا لا، بس كسبوا الماتش. في ايه؟ نهدى كده. وهي مصر مش كلها هتقف عن بكرة ابيها عشان الاهلي اتغلب. ما يتغلب، لازم ثقافه الهزيمه عند اي حد تبقى موجوده. لازم تعرف ازاي تكسب وازاي تتغلب. هي الكرة كده، هي الرياضه كده. انما تبقى دايما اما بتتهزم بمراره وما ينفع، وايه ازاي بالعكس بقى. انما احنا ما بقيناش وخلاص، بقى ده مزروع جوه النادي. لا في ايه؟ بشويش السنه الجايه، السنه اللي ورا، في حصل ايه في الدنيا؟ ما تاخدوا ده من ناس متدربه على الهزيمه. يعني بنتغلب فريش جدا. مساء الخير، احنا اتغلبنا النهارده 6-1 عادي جدا. جيت قفلت الجاكيته كده وقعدت النهارده وبيبو وبشير لطيف وبتاع خلاص اتغلبنا، وتاني يوم انتهينا، ما اتقلبتش الدنيا. شاهد عمرو أديب يفتح النار على حكم المباراة بعد إلغاء الهدف الثاني لنادي زد بتاع التسلل، ولكن الهدف كان صحيح 100%. وبهذا النتيجة يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خسارة اليوم أمام نادي زد، ويحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز النادي الزمالك، ثم المركز الثاني نادي بيراميدز.